مبدئيا كده انا قلت اوريكم شكل الفطير واحكموا انتوا. يعني انتوا قولوا لي رايكم، انا مش عارف انتوا شايفين منظر الفطير عامل ازاي. منظر بصراحه مش قادر، انتوا اللي هتقيموا مش انا اللي هقيم، ونشوف الدنيا عليكم. رحت لعم دهب الساعه 3 كالعاده في الفرع اللي في سبورتنج، وقلت اجرب عم دهب معاكم ونشوف الدنيا عامله ازاي والاسعار. هنخش على اول فطيره على طول، مش هنستنى. عايز اقول لكم يا جماعه الفطيره جامده جدا، سيبوكم من اي كلام انا قلته. كميه الجبنه رهيبه، هي كانت بارده شويه بس رغم ان هي بارده دي صدق اكسترا تشيز. السعر جامد جدا، لو عايزين تعرفوه قولوا لي في الكومنتات. طعمها تحفه، الفطير طعمه حلو جدا والجبنه كتيره جدا. هي بس لو كانت سخنت شويه كانت بقت في حته تانية. وهننزل عليها بشويه كاتشب. طعم العجين حلو اصلا يعني. بص بص كميه الجبنه، انت تحس ان المنظر شكله مش حلو بس دي كميه جبنه، كميه جبنه كتيره جدا اتحطت. بس عبال ما روحنا بقى ورحنا مشوار ورجعنا كانت يعني بردت شويه، فكان المنظر ده بس تحفه. دي مشكل لحوم، دي في قلبك على طول صباح الفل. العجين رفيع قوي، محشيه بسطرمه وصدق ولحمه كتير. طعم العجين والله ما ببالغ طعمه حلو قوي. انت لو اكلت العجين كده لوحده بص رفيع ازاي. لا لا جامده جدا. السعر كمان خطير، السعر جامد قوي يعني على الكميه دي كلها. يعني مش عارف اقول لكم ايه. ويعني ده احنا بصوا يعني احنا اكلنا وما كناش قادرين نتنفس، ودخلنا القطه معانا كمان تاكل معانا شويه وما سابتش حاجه يعني لحست الورقه. نخش على اخر حاجه معانا الحلو. دي بقى مشكلتها الوحيده ان هي بتخلص بسرعه. انتوا بس محتاجين ان انتوا لما تيجي تعملوها تعملوا اكسترا كاستر عليها. دي ب 30 جنيه، الباقي مش هقول سعره، اسالوني في الكومنتات هقول لكم. عايز اقول لكم تحفه بجد، حلوه قوي. يعني السكر مظبوط، العجينه طعمها كويس، خبره برضو السنين بتفرق بصراحه. لا كمان في سنس كده مش عارف، يعني انا مش عارف اظبطه. الطعم اللي انت هتروح له تاني عشان مش هتلاقيه بره. بعدين بصوا بقى اللقطه دي، فكرة السمنة بجد. يعني هو مش زيت ده سمنة. مش هنتكلم بقى في حاجات قديمة بس بص كمية السمنة. الفطيرة مليانة سمنة يعني. هي اكسترا كاستر بس كمان شوية وهتبقى قنبلة. انصحكم تجربوا عم دهب واعملوا سيف للفيديو في ريفيو جديد مع فطيرة جديدة. سلام عليكم.